قرار المحكمة ترقبته نزيهة باهتمام من برلين، حيث تشارك في ملتقى لصحفيين من الخليج نظمته أكاديمية دوتشي فيله. لقد آثرت الصمت أمام الكاميرا حتى لا تؤثر تصريحاتها في مجريات المحاكمة، لكن أصواتا كثيرة تبنت قضيتها ودافعت عن حقها في مزاولة العمل الصحفي. نزيهة سعيد عملت منذ سنوات طويلة انطلاقا من البحرين لصالح وسائل إعلام أجنبية، وهي صحفية متمرسة بلا أدنى شك، ولا يوجد أي سبب واضح لملاحقتها الآن وسحب ترخيص العمل منها، ما يعني وقفها نهائيا عن ممارسة مهنتها. إن حالة نزيهة سعيد دليل إضافي على حجم التضييق على حرية الصحافة في البحرين. في تقرير منظمة مراسلون بلا حدود لعام 2017 انضمت البحرين إلى دول القائمة السوداء التي يعد فيها وضع الصحفيين خطرا للغاية، كما حلت الدولة الخليجية في ذيل قائمة الدول التي شملها الإحصاء. المنظمة المدافعة عن حرية الصحافة تؤكد تعرض صحفيين إلى التعذيب حتى الموت في مراكز الشرطة البحرينية، بينما حكم بعضهم بالسجن لعدة سنوات. كما تم توثيق التضييق على صحفيين دوليين أثناء ممارسة تغطيتهم للأحداث في البحرين أو منعوا من دخول البلاد. أيضا من جانب آخر أن احنا كصحفيين نعاني في البحرين من أن المسؤول البحريني قد لا يعي دور الصحفي، دائما يريد أن يكون الصحفي له بمثابة رجل علاقات عامة، وهو أمر غير صحيح. ورغم هذه التحديات تأمل نزيهة في أن تخرج يوما ما من قفص الاتهام وتستعيد حقها في تغطية الأحداث في بلدها بحرية.